السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. جيت نشارك معكم بسيطلات صغار ديال الحوت بالطريقة ديالي. المقادير اللي متوفرة عندي في المنزل هي اللي غندير إن شاء الله. عندي ربعة ديال القمرون الكروفيت، وربعة ديال الكالامار، وربعة ديال الهبرة ديال الدجاج، ربعة ديال الشعرية الصينية ديال الروز، عندي زلافة ديال المعدنوس، وعندي شامبينيون تقريبا حتى هو زليفه صغيره، وعندي مصيره مقطعه، وعندي الزيتون الخضر مقطع صغير، وعندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه مطحونين، وعندي عصير ديال حامضه، وعندي معلقه ديال الهريسه، وجوج معالق ديال الصوجه معالق كبار، وعندي ورقه موسى. وفي العطريه عندي غير البزار والتحميره وشويه ديال الكمون، غير شويه باش ما نحيدوش النكهه ديال السمك، باش نبقاو نتبنوا النكهه ديال البحر. وعندي نص كيلو ديال الورقه، واللي بغى يضاعف هاد المقادير يضاعفها. في الوقت اللي انا غندي الحوت ديالي يتشحر، غادا نرقد الشعريه الصينيه في الماء طيب واحد 5 دقائق اولا 10 على بال ما تلقات، ونرجعوا ليها. في مقله سخونه غنضيف شويه زيت الزيتون، وغنبدا بالكابيت هو الاول نشحرو مع ورقه الموسى. انا متعمده مجهده البوطه باش ما يطلقش ليا الماء، ما غندير فيه لا توابل لا حتى شي حاجه، غندير فيه غير ورقه موسى. حتى الملح ما غنضيفهاش لحقاش عندي المصير مالح، وعندي الهريسه فيها الملح، نقصوا من الملح نتفاداو الملح مضر بالصحه. اللي كيبغي يزيد فيه التوابل يزيد، انا ما تنبغيوش، كنبغيو نحافظوا على ديك النكهه ديال البحر. الانسان دائما كياكل التوابل في الاشياء. ها هو بدا تيتشحر، ما غنطيبوش بزاف تيبس صافي، غير شويه يولي اللون ديالو هكا وردي ونحيدو صافي. بارك عليه، انا غنحيدو من فوق العافيه. ملي حيدت الكلامه الكروفيت من المقله، انا دابا درت الدجاج غنزيد معاه شويه ديال الثومه، حتى هو ورقه سيدنا موسى. انا ما متوفرش عندي الحوت الغليظ، الحوت الابيض اللي عندي درت الحوت، انا عوضته هكا بالدجاج حتى هو تيجي بنين وزوين. في الشهر الكريم كيكون الحوت غالي، الانسان على حسب المستطاع اللي عنده في البيت يصوب به وصافي، الانسان ما يحرمش نفسه. انا غنضيف شويه البزار للدجاج صافي. الدجاج راه كيشرب هذيك المياه ديال الكروفيت، كيجي بحال الحوت. ها هو الدجاج ديالي طاب، شرب زيت الزيتون وشويه الثومه ومع شويه البزار صافي. دابا انا غنحيدو من فوق العافيه، وغنضيف الكالامار. انا تعمدت نخلي الكالامار هو الاخر لحقاش كيطلق الماء. وبقاو معايا تبعوا المراحل وانتم راضيين. انا غنحيدو دابا. من بعد ما حيدت الدجاج ضفت الكالامار. هاد الكالامار اللي عندي راه غير الحجم الصغير كيطلق، اللي كيكون كحل هو اللي استعملت، ماشي الكالامار الكبير اللي كيبقى لونه ابيض. وبالنسبه لهاد الماء اللي تتشوفوا، انا ما غنبقاش نطيب فيه حتى نشف هاد الماء باش ما يزيدش يقصاح. هو الكالامار راه كيطيب غير الجهد، الا زدنا كثرنا عليه كيولي قاصح بحال الكاواتشو. انا غنحيدو دابا من فوق كاع المواد اللي عندي، انا شحرتهم. ومني صفيت الشعريه الصينيه انا وضعتها هنا في الطبسيل،
غنضيف عليها معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال الكمون اللي سبق وذكرت. غنخلطهم بعدا بشويه زيت البلديه، تقريبا 4 ديال المعالق. نخلطهم هكذا تخلط. انا ما قطعتش هنا الشعريه، غادي نسخسخها غير بيدي. هانتوما غتشوفوا نقطعها غير هكا بيدي. انا كنستعمل ايدي، هي اللي كنلقى فيها راحتي. دابا عاد غنضيف معدنوس، كميه كبيره ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال القزبر معاها. نضيف هذاك الشامبينيون، الزيتون، نضيف هذيك المصيره اللي سبقت وقطعت، نضيف فصوص الثوم، 2 معالق ديال صلصه الصوجه، معلقه د الهريسه. اللي ما كيبغيش الحار ما يضيفوش، والحامض. غنخلط بعدا هاد المكونات مزيان باش ما نضيفش الحوت، باش نبدا نعجن في الحوت مع من بعد. نخلط غير بشويه. دابا نخلط هاد المكونات و ميم طون راني كنقطع في الشعريه الصينيه. هاد الشعريه ديال الروز راه كتجي راه زوينه وصحيه، ما تتعجن ما حتى شي حاجه، خويت عليها غير الماء طايب. خدمنا هاد الحشوه غير بالزيت البلديه، زيت العود، ما ضفت لا زبده لا حتى شي حاجه. الدجاج، ونضيف الكروفيت، نضيف هذاك الكالامار اللي عندي صافي. وغنخلط وغنرجع معكم باش غنجمعوا البسيطلات صغار. في البسيطلات انا عندي وجدت في هاد الزلافه واحد الكميه ديال الزيت البلديه مع معلقه ديال الهريسه مع التحميره باش تعطيني الحموريه في الورقه. وجبت هاد الزليفه هي اللي غنعبر بها القياس ديال البسطيله ديالنا، وكل واحد ليه الاختيار على حسب. المهم انا انا نصوب واحد الوحيده، غندهن داك الزيت اللي فيه التحميره باش كيعطيني اللون. كنخالف في الوريقات، ورقه البسطيله راه قطعتها على 2 ورقه. ملي قطعتها على 2 كل نصف دائره راني درتو مخالف بحال زائد. وغادا نعمر هاد المول الصغيور اللي غنقيس به البسطيله، ما عامره ما خاويه، شويه القياس باش تعطينا الفورمه ديال هاد الزليفه او الطبيصيل. كندهن هاد الوريقات باش تبان لينا الحموريه من الوسط، باش كتبان هذه انها راها بسطيله ديال الحوت. صافي كنلوي على هذه الطريقه وكنقلب، وها بسيطله واجده صافي. وغنستمر في البسيطلات ديالي بهذا الشكل حتى نكمل البسطيلات كاملين. وها نتوما معايا.